تسمح لي انا اتكلم الاول هي دكتور، اتفضل يا باشمهندس. بمناسبه ان انا يعني ليا شويه. اكيد الناس كلها ليها تجارب مع مراكز التدريب يعني. بس انا شخصيا انا درست قبل كده. انا كنت بدرس قبل كده كيمستري لفئات عمريه كتير جدا. فانا اشتغلت في انستتيوشنز تانية بتدي تدريبات وبتدي علم. فانا مش عايز برضو ندخل في نفس الزحليقه اللي احنا دخلنا فيها، ان احنا نشكر قوي وبعدين تقول لك لا انت ليه عملت كده. بس فعلا جزاكم الله كل خير. ده كلام المعنوي. بس انتوا ما شاء الله عليكم منظومه متكامله، سواء كان في التقديم. انا ما كنتش متخيل كميات التدريبات اللي بتطلع زي ما حضرتك كنت بتقول، سواء كان دكتور احمد او ناس تانية. بس حضرتكم عندكم مانجمنت رائع. اتمنى لكم كل التوفيق. اتمنى اكون بارت من الانستتيوشن بتاعكم في يوم من الايام لما ارجع مصر. انا بره مصر. وانا متاكد ان ناس كتير جدا 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 من اللي معانا يتمنوا يكونوا بارت من الانستتيوشن بتاعتكم في يوم من الايام، سواء يفيدوا او يستفيدوا هم كمان. لان انا بقول من وجهة نظر شخص بياخد علم وادى علم قبل كده، انه لو كنت عايز تستفيد من العلم بتاعك اديه. الكلمة اللي بتقولها بتستفيد منها، بيحصل لك ديب ليرنينج اكتر بكتير جدا جدا من اللي انت اخدته من اللي قريته او سمعته. بيحصل عندك امباكت رائع. انا متأكد ان الدكتور احمد يوافقني على ده، واي شخص عمل ده قبل كده في اي بوزيشن تاني بيقول عن تجربة انه الناس اللي بتشتغل عشان توصل معلومة بيبذلوا مجهود كبير جدا جدا. وطالما وصلت بالطريقه اللي احنا بنتكلم عليها دي ب... باسلوب ممتاز، سواء كان في المانجمنت او كان في الهيومانيتيريال بارت. دكتور احمد ما شاء الله عليه. الاستاذه فاطمه برضو كانت معانا في كل حاجه. فاتمنى لكم التوفيق. اتمنى كلامي يكون ما اكونش طولت يعني. واتمنى ان احنا نتقابل تاني في تدريب مختلف او ايفنت نتجمع فيه كلنا في يوم من الايام. واشكركم شكرا جزيلا على وقتكم وعلى الامباكت الرائع اللي انا متاكد ان كل الزملاء يعني حاسين نفس الاحساس يعني. فشكرا جزيلا. أنا الصراحة يعني أنا عرفت بيت العلم المصري عن طريق زميلة ليا. هي اللي عرفتني عليكم، وهي أخذت الكورس. هي تقريبا رقم 57 في MP 57، وخدت ال MPA برضو معاكم. فهي اللي شجعتني، يعني أنا كنت عايزة أخد، وهي اللي شجعتني وقالت لي مكان محترم جدا. وهي برضو المحاضر دكتور أحمد عبد الآخر، وشكرت لي فيه جامد جدا. فده اللي شجعني. يعني انا بس عايزه اوصل حضرتك ان طبعا الفيدباك بتاع الناس، الحاجه الحلوه دايما بتسمع. يعني سواء المكان او سواء المحاضر او الدكتور او كده، ده بيسمع فبيجيب بعضه طبعا. فطبعا انا وثقت فيها لان هي صديقه عزيزه عليا، وفعلا ده اللي انا شفته في المنظومه عند حضرتك. لا، الموضوع منسق جدا، منظم جدا. أستاذة فاطمة طبعا كانت أي حاجة، أي حد يحصل عنده مشكلة برضو كنا بنلاقي منها رد فعل جميل بسرعة، بتساعدنا. كان في أستاذ أحمد رمضان برضو كان بيساعدنا لما كنا بنعمل نيجوشيشن على الجروب اللي بتاع ديسكشن. طبعا دكتور أحمد عبد الآخر بقى، يعني هقول عليه قصيدة شعر. أنا الصراحة معجبة جدا بشخصيته، لأن أنا بحب الشخصيات اللي بتبقى عندها سعة صدر وبتسمع كل الناس، سواء حد مثلا بعيد عن المجال أو مش في المجال. بيدينا دايما بإكزامبلز حلوة قوي. يعني يعني وعلمه طبعا انا استفدت منه جامد جدا. فاتمنى ان انا اعيد التجربه مع حضراتكم تاني، وده بالفعل انا اتفقت مع استاذه فاطمه ان انا هاخد حاجه تانية لاني عايزه اكمل معاكم. واتمنى ان يكون دكتور احمد برضو. وانا بشكر حضراتكم جدا على التجربه الجميله دي. شكرا لكم جدا لانه فعلا فدتوني، واكيد افدتوا زمايلي كلهم. شكرا. أنا عاوز أقول من بداية التجربة مع بيت العلم المصري أو بيت الخبرة المصري، عايز أقول إن أنتوا خلية نحل منظمة جدا ومترابطة جدا ومتفاهمة جدا وبتعرف يعني إيه سيستم. دي حاجة يعني إيه بنفخر بيها إن في مركز متميز بيدي كورسات متعددة بكفاءة عالية.
النقطة التانية كمان إن في اوبتمايزيشن، يعني إيه السعر بالنسبة للمادة العلمية والقامات ومجهود الدكتور أحمد، سعر لا يقارن يعني بصراحة بجد يعني. فإحنا بنشكركم ونتمنى لكم الاستمرار إن شاء الله بنفس الكفاءة والجودة إن شاء الله. وألف شكر لكل القائمين، ونشكر الأستاذة فاطمة اللي هي في البداية يعني عرفتنا بالمركز وتابعت معانا لغاية ما اشتركنا، ولا زالت بتتابع وتشوف لو في أي حد عنده مشاكل عشان تذللها وتيسر له الحال. فشكرا لكم كلكم.